اهلا اصدقائي، معكم يوسف بكلمكم من ولاية تكساس هيوستن، عشان الناس اللي بتسأل دايما عن الولاية. المحل اللي انا بصور فيه دلوقتي اسمه فود تاون اهو. في اسم هو مكتوب فوق اهو، انا مصوره لكم ومقرب اهو فود تاون. المحل دوا انا بالحقيقه بجيب منه شويه حاجات، يعني بالحقيقه عنده شويه هنا. اسعار الفراخ بتاعته الحقيقه مش هتلاقيها في اي محل تاني. ايه السبب؟ ما عنديش فكره. بس يعني ايه، احنا الفيديو ده المره دي انا مثلا هجيب لكم $100 تجيب حاجات عامله ازاي. فانا هعمل بقاله حاجات هشتريها ب$100، واجيب لكم الحاجات دي هتبقى عامله ازاي في الكارت اللي معايا. تمام. ادي الزيت ده ب$7، الواحده $7. بصوا 3 لتر، ده طبعا فيجيتابل اويل، ده اللي هو بتاع زيت بتاع الخضار والحاجات اللي زي دي يعني. هو اسمه فيجيتابل اويل، بس هو قشطه يعني، شغال يعني، يتعمل فيه كل حاجه. ده اولموست 4 لتر عامل $7. ادي جبنه واحده اهي اهو، عشان محدش يقول انت بتألف علينا، اهو السعر اهو تحت $7. وفي حاجه تانية جنبيه ب$3 55 سنت، فيجيتابل اويل برضو، بس ده 1 لتر ونص. لا احنا خلينا في الكبير الحلو ده، $7، 4 لتر اولموست، حاجه فل قوي يعني. يلا نجيب بقيه الحاجات. بصوا انا هجيب لكم ايه يعني، 100 حاجات حاجات ب$100، بقيمه $100. فراخ طبعا، لحمه هجيب، بصوا كل حاجه. انا عايز اقول لك، انا لو رحت جبت فراخ ولحمه انا هجيب عدد اطباق رهيب جدا. فراخ في المحل ده هنا يعتبر ببلاش. خلينا مع بعض كده نمشي. انا عايز دقيق، عايز سوري مش دقيق، رز. عايزين رز برضه اهو. حاجه تانية، ده بتاع الهدوم، بتاع غسيل الهدوم، ده 3 لتر و100 جرام، قول 3 لتر. ده عامل $8.79. قول $9. احنا حتى السنتات القليلة دي هنقفلها ماشي. ده بتحط منه، بتفتح دي بتحط فيها يعني شوية كده، وتقوم دلقهم مع الهدوم، بيخلي لك طبعا الهدوم تبقى نظيفة، ريحتها حلوة تمام زي الفل. ادي حاجة ب$7 وحاجة ب$9 ماشي. هنجيب برضو خل، واحدة خل اهي فينيجر، عاملة $2.35. دي لتر خل. ثانية، احنا عايزين حاجة نوع تاني. انا هاجي ببص على نوع رخيص شوية، او براند مش رخيص يعني، براند تاني يعني، بيبقى فيه براندات الحقيقة. يعني ده ب$2.35، وده برضو ده ب$2.59، بس الحقيقة ده اكتر يعني. ده 1 لتر، ده almost 2 لتر وب$2.60 يعني، وده ب$35 يعني ازيد منه 25 سنت. ونجيب لنا 2 لتر. لا يا باشا، ناخد لنا ده طبعا اهو. 2 لتر الا حاجة بسيطة، عامل $2.60 ماشي. احنا طبعا هنجمع كل ده في الاخر، هنجمع هنطرح وهنبقى كل حاجة تمام يعني. بس خلينا ماشيين مع بعض. عايزين رز، كيس رز اهو بسمتي ب$6، وزنه 2 كيلو وربع، 5 باوند اهو كده $6. $6 ماشي تمام. خلينا، وخلي بالك وفي اكتر كمان، في اكتر يعني. مثلا انا لو عايز حاجه مثلا 9 كيلو رز اهي، عامله $17.19. قول $17 بس طبعا ده عدد رز كتير قوي، حاجه يعني كتير جدا الحقيقه. بس قشطه يعني، احنا خلينا في ال2 كيلو وربع اللي معانا، ده مش قليلين برضو. عامل $6. الاسعار تحت اهي، كل حاجه عليها السعر بتاعها كده. احنا معانا كيس رز ب6، $2.60، قول $2 ونص، $7، وده $9 تمام. ولسه مكملين.
خليكم معايا عشان انتوا ايه، في ناس مش مصدقه، في ناس بتقول يا يوسف لا ازاي الاسعار غليت في امريكا وما اعرفش ايه، والناس طبعا في ناس بقى بتزيط عليكم، يعني لا الاسعار غليت، احنا مش لاقيين ناكل، احنا ما اعرفش ايه، والدنيا وحشه وصعبه قوي، واحنا عايزين نرجع مصر تاني، والافلام الهابطه دي. انا عايز اقول لكم لا، الاسعار زادت الحقيقه، مش ده مش كذب، اللي فعلا الاسعار زادت. يعني مثلا ممكن مثلا الزيت ده كنت مثلا تجيبه ب 4 دولار بقى ب7 النهارده، قشطه زاد، انا متاكد، انا فاهم ان زاد، بس هل زاد الزياده اللي يخليك تقول امريكا دوله وحشه وما بتعيش هنا، ولا انا مش عايش هنا وانا عايز ارجع بلدي تاني، ده الدنيا هنا بقت صعبه وانا مش عارف اعيش، والافلام الهابطه دي؟ لا لا خالص، لا خالص، نهائي مفيش اي حاجه من الافلام اللي الناس بتحاول تبيعها لكم. طبعا هنا في انواع زيوت اكتر من اللي هناك، دي بقى كانولا وفي فيجيتابلز اكبر، حاجات تانية اكبر، عملت 14 دولار، بس ده اكبر من اللي معايا، ولا هو نفس الوزن؟ لا تصدق نفس الوزن، ده اللي معايا ارخص كمان. عشان كده بقول لكم في براندات، فانت لازم تخش وتبص. في كانولا وفي كورن، زيت ذرة. انا عايز اقول لكم ان في القلي ما بتفرقش اي نوع زيت، يعني مش بتفرق حاجه كبيره يعني، فاهمين؟ انا كده جبت منظف، خل، زيت، رز. انا بجيب الاساسيات بس، الحلقه دي للحاجات بتاعت الاساسيات فقط، عشان ما حدش يقول لي يوسف انت طب مش جايب ليه، ما اعرفش ايه، مش جايب حاجه شيبسي، مش جايب حاجه ساعه. لا يا باشا، انا بجيب الاساسيات فقط. ماشي، اهو هجيب سكر، ادي سكر. خلينا نجيب حاجة حلوة شوية يكون سعرها كويس. اهو ده ب3 دولار ونص، 3.44 سنت، تقول 3.5. ده وزنه 2 كيلو، 2 كيلو اللي حاجة بسيطة، 3.5. سكر من الأساسيات برضو. عايزين ملح، صوت، فين الصوت؟ اهو الملح اهو ملح. في حاجة اهو 88 سنت. خلينا نبص مع بعض. اهي العلبة ب88 سنت، وزنها 737 جرام ملح، يعني مش مكملة 1 دولار، مش مكملة 1 دولار. قول 1 دولار، هحسبها ب1 دولار. 1 دولار 3.5، كده بنتكلم دولار 2 مع بعض 4 دولار ونص. تمام، ليكوا معايا، ما تروحوش في حته. الجوله دي يا جماعه عايزاكم ايه، كوبايه شاي كده ولا قهوه، وتروق على نفسك وتقعد ايه تتفرج على الجوله دي، ان فعلا هتكشف لك ان في ناس كتير قوي ما عندهاش ضمير عايشه هنا في امريكا وبتاكل من خيرها، وطبعا بتقول حاجات زي دي. بس انا اقول لك انا بقى ليه بيقولوا كده. بيقولوا الحاجات دي عشان مش عايزين اللي زيك يجي، اللي بيسمع ويتفرج، ان هو مثلا لو حتى جات له الهجره لامريكا، لا لما يسمع طبعا الحاجات دي. انا عايز اقول لك ان انا اعرف 2 3 ناس كسبوا الهجره من الفيديوهات السلبيه اللي سمعوها، وان كل حاجه غاليه وما تجيش وما تعملش. انا عايز اقول لك ان في ناس يعني امتنعت ان هي تيجي، يعني كسب الهجره. تخيل، قال لك لا يا عم، انا قاعد هنا وسط ناسي، انا هروح اتشحطط واتمرمط. ده بيقول لك هناك انتوا بتشتغلوا بتموتوا والدنيا صعبه وما اعرفش ايه. بصوا من رغي الناس اللي ما عندهاش ضمير. لبن اهو ب3 دولار ونص جالون. الجالون ده يعني 4 لتر الا حاجه بسيطه، ب3 ونص. نطلع مع بعض بقى على اللحمه والفراخ، هظبطكم. بيف ليفر، كبده بقري، حته كبده اهي، بس دي مجمده، بس قشطه يعني شغاله، انا جبتها قبل كده طعمها حلو الحقيقه. اهو الطبق ده عامل 3 دولار 28 سنت، وزنه 2 باوند وشويه 70. سوري، لا وزنه 1 باوند وشويه. السعر بتاع الباوند 2 دولار 69. صح انا اتلخبطت. ده سعر الطبق ده 3 دولار 28 سنت. طبعا في بقى احجام اكبر اصغر، انت وحظ يعني، انت بقى بتنقي بقى تشوف. انا هجيب مثلا الطبق ده عامل 3 دولار،
وزنه باوند وتسعة وتسعة، قول 1 باوند. 1 باوند عامل $3. ماشي. لحمة، عايزين لحمة. طبعا يا جماعة انا مش هشتري الحاجات دي، انا بس مجرد بوريكم فيديو الاسعار عندنا هنا بكام. ماشي، عشان محدش يقول لي يوسف انت اشتريت وعملت وبتاع. انا ما اشتريتش حاجة من هنا يعني، مش، ولو حتى اشتريت محدش ليه عندي حاجة يعني، فاهم؟ فاهم الناس اللي بتقعد تطلع تهاجم وخلاص. ادي هنا طبق لحمة، الحقيقة سعره حلو، $5.50 للباوند. ده وزن الطبق 3 باوند و19، عامل $17.51. حتة لحمة حمرا خالص. خلينا في الحتة دي اولموست عاملة $20. حتة ما فيهاش اي دهون، ما فيهاش اي حاجة خالص. وفي كمان ده ايه، بيف كدني، كلاوي، عامل الطبق ده عامل $3.50. وفي عندهم فشة وممبار برضو، وعندهم اسمها ايه دي، بيسموها ايه، انا نسيتها. فشة وممبار مش عارف، في كوارع برضو عندهم وحاجات تانية الحقيقة. بصوا واسعارها رخيصة مش غالية. دي بقى اللي هي الحاجات اللي بيسموها بقى كرشة. الكرشة، انا عمال ادور على الكلمة، الله نسيت صدقوني، مش بستهبل يعني، لا بس بقى لي فترة حاجات ما نسيتها، بنساها وافتكرها. لحمة مفرومة. انا في اللحمة المفرومة ما بحب بشتري اللي هي اللحمة بس مش الاطباق، في واحدة تانية كده بتبقى متظبطة كده. خلينا نروح للفراخ طيب بالمرة، طبعا احنا جنبيها اهو. طبق فيه طبعا اللي انتوا شايفينه دي فراخ متبلة، اللي لونها محمر دي العادية، مش تتبيلة، بس اتنين نفس السعر يعني، المتبلة والمش متبلة الاتنين نفس السعر. هنا دي وراك، اللي هناك دي دبابيس أجنحة. دي اللي هي الوينجز، الحتة دي بس بياخدوا الحتة دي خالص بيشيلوها، يعني الوينجز من غير الجزء ده متشال، بيدولك الحتة دي بس من غير الجناح كامل. ده بقى الجناح كله على بعضه. ده هنا الفرخة كلها على بعضها. دي رجلين الفراخ، دي زور الفراخ. وهنا بقى في حاجات شايلين منها الجلد، لو انت بقى مش بتحب الجلد عايزها متنضفة على طول قشطة برضو. وعندهم برضو تشيكن ليفر، اللي هي بنسميها كبدة عصافيري، اللي هي كبدة عصافيري اللي بنعملها بطريق بالفراخ، كبدة الفراخ. الطبق ده ثمنه $2. لا خلينا بقى ناخد فراخ، خلينا نشتري فراخ. انا دلوقتي هجيب طبقين فراخ، 3 وراك. بص الورك عامل ازاي اصلا. الطبق ده عامل $4.44. قول $4.50. ادي $4.50. وهنجيب طبق تاني، ده الوراك فيه اكبر شوية، عامل $5.74. قول $6. واحد $6 واحد $4.50. يعني قول كل على بعضه 10. الفراخ دي $10. الطبقين دول طبقين اهم كبار $10. دبابيس، هنجيب لنا طبق فيه دبابيس. في كام دبوس ده؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 دبوس، عامل $5.02. قول $5. ادي كمان جبت طبق فيه دبابيس 11 دبوس، كده جايب فراخ $15. وجايب لحمة، طبق لحمة $20. وكبدة $3، كبدة بقري. تمام. لينا مع بعض لسه مش عايزين سمك كمان؟ لا نجيب سمك يعني، ملناش نفس ولا ايه؟ وهنجيب كمان مش سمك يعني، انا هجيب حاجات حلوة يعني. خلينا نشوف مع بعض. في جمبري، طبق الجمبري ده $4. جمبري مجمد، وزنه 500 جرام، نص كيلو، عامل $4 $4. شريمب
$4 جمبري. طب خلونا كده ايه، نوقف كده ثانية ونحسب. ماشي نكمل يا باشا مع بعض. انا بس ظبطتهم كده جنب بعض، اللحوم والفراخ والاسماك جنب بعض عشان يبقى ايه شكلهم كده ايه، طبقين فراخ طبعا 6 دبابيس كبار جدا، 6 وراك 6 وراك كبار. هنا طبق كله دبابيس، هنا جمبري شريم، وادي كبده بقري، وادي لحمه حته حمرا خالص. كل دول عاملين $40، كل ده مع بعضه حسبته $40. بعد كده عندك في زيت ثمنه $7، ادي كده 47. وعندك ده عامل 3.5، قول $3، ادي كده انت بتتكلم 47 48 49، خليه $50 دول كده مع بعض. وعندك ده ثمنه $9، قول 10، ادي كده انت بتتكلم ادي 60، بس ده اللي هو بتاع تنظيف الهدوم، ادي كده 60. وعندك سكر ده بكلام فاضي، وده طبعا $1، يعني قول 2 مع بعض مثلا $4، ادي بتتكلم 64. وعندك $2.5 في دواء، عندك $7. يعني احنا بص لسه حسبتنا في حاجه $70، لسه معانا كمان حسبة $25. هنشتري باخر $25 ايه؟ خلينا نطلع نجيب لحمه، طبق لحمه كمان يا باشا، بس نجيب بقى حته بقى ايه حلوه كده، حته ملبسه كده، حته ايه بتاعت شوي، حته كده ايه حلوه كده تروق علينا، او سكالوب مثلا. في مثلا دي لسه معانا $25، خليكم متذكرين. اهي ادي يا باشا حته حلوه، دهن في لحمه 2 في بعض، دي بقى حلوه جدا، عامله $21. قول كده خلاص احنا قفلنا $100 بدي، تمام. قولوا احنا قفلنا $100 اللي انا بالطبق اللي انا جبته الاخير. طبعا $100 الا حاجه بسيطه، يعني $3 $4 بس. قول دول مثلا وعليهم شويه هتدفعهم في مثلا ضرايب، لو بعد ما انت تروح للكاشير بتيجي تدفع مثلا لو الحساب 90 ممكن مثلا 96 98 عشان في لسه تاكس $8 او $6 بتبقى ضرايب. طبعا هنا الفايده الضرايب عندنا هنا 8.25%، فاهم؟ فهتبقى في حدود $6 ضرايب بس. بص بقى العربيه، بص كده معايا الاساسيات اللي انا جبتها $100، طبقين لحمه، حته مثلا تعملها مثلا مكعبات في شوربه، خضار تحمرها تسلقها. حته تاني مثلا دي مش للشوي برضو، لا دي برضو للسلق، بس دي حته فيها دهن شويه في طعمها جامد، بحيث ان ايه مثلا الناس اللي مثلا ما بتحبش ما فيهاش دهنه خالص، والناس اللي بتحب تبقى مدهنينه شويه او ملبسه شويه. ففي كده وفي كده. وفي عندك كمان طبق كبده، وعندك 3 اطباق بتوع فراخ، 6 وراك كبار، وعندك 11 دبوس، وكيس جمبري، وعندك زيت ولبن وسكر وملح وخل ورز، والبتاع اللي بتنظف بيه الهدوم اللي هو للهدوم ده لتنظيف الهدوم، بتحطه كده في الغساله، تقوم واخد كده حاطط في الكوبايه بتاعتها دي اللي بتيجي معاها، تحط شويه وتقوم دلقهم على الهدوم، بيظبطوا لك الهدوم خالص يعني، خلوا ريحتها حلوه بتبقى تمام فل الفل. ادي يا باشا $100 بتشتري لك الكلام دوت. طبعا انا عايز اقول لك ان يعني انت لو عندك اسره انا عايز اقول لك ان الحاجات دي هتكفيك وتشبرقك انت والبيت بتاعك، تمشيك الاسبوع. يعني بص تمشيك الاسبوع، معلش يعني انت هتاخد شويه الرز كل شويه كل يوم تقوم عامل صنف، مره كبده مره ما اعرفش، معلش يعني. وخلي بالك برضو ايه، الناس هتقول يا يوسف انت جايب 3 دبابيس 3 وراك يا يوسف، طب دول يكفوا كمان احنا 5. باشا بص كده تاني، بص الورك ده مش ورك، ده نص فرخه لوحده، الورك بتاعهم كبير جدا. فانت عندك 3 وراك، يعني انت لو قسمت
الورك ده نصين هيطلع لك يعني اكنه نص الورك الواحد نص فرخه، فاهم؟ فلا هتمشي يعني، خصوصا انت معاك اطفال يعني، فاهم؟ بس ادي يا باشا $100 بتشتري لك ايه في امريكا؟ بتشتري لك اللي انت طبعا هتقول لي يوسف طب وفين الخضار، طب وفين ما اعرفش ايه، طب هناكل كده مفيش اي حاجه؟ لا في، بس يعني انا عايز اقول لك بص $100 بتشتري ايه؟ بص يعني خد العبره من الكلام، مش تقول لي يا يوسف بقى طب انت ما اشتريتش، طب فين البهارات، طب فين الطماطم؟ طب انا عايز اقول لك يعني هي الطماطم هي دي اللي وقفنا عليها، طماطم ب $100 يعني الطماطميه؟ لا الطماطم اللي هنا الباوند بتاع الطماطم هتلاقيه مثلا بكلام فاضي يعني ب ب 50 سنت ولا 60 سنت الباوند يعني، ولا جبت لك يا عم كيلو طماطم هيعمل لك ايه 80 سنت، اقل من دولار. فمش هي دي العقبه، مش هي دي الحاجه اللي هتخليك تقول يا يوسف لا بس برضو انت $100 ما كفتش كل حاجه. باشا انت شايف انا اشتريت ايه؟ انت شايف انا اشتريت ايه؟ انا جبت كل الاساسيات، كل الاساسيات، الحاجات اللي هي الهامه جدا، ملح، سكر، زيت، لبن، خل، رز، طبعا ناقص طماطم وشويه خضار، بس شويه الخضار دي ما تعملش، مش كارثه يعني. مش هي دي العقبه اللي تخليك مثلا، يعني انا مثلا ممكن اشيل الجمبري ده واجيب مكانه الجمبري ده واقوم جايب مثلا مكانه طماطم، جايب وطماطم وحاجه ثانيه يعني مش طماطم بس. طبق الجمبري ده انا جايبه $4. انا عايز اقول لك $4 دي تشتري لك طماطم وتشتري لك مثلا بقدونس وتشتري لك معرفش ايه وتشتري لك بصل، كذا حاجه في بعضهم. ليه؟ الخضار برضو هنا مش غالي، الطماطم والبصل والحاجات دي مش غاليه للدرجه اللي تهبل يعني مش هتيجي مثلا تجيب لك طماطم وبقدونس وبصل هتقوم مثلا عاملين لك $20. لا مش للدرجه دي يعني، مش للدرجه دي خالص، فاهم؟ فلا انا شايف ان البلد استيل بلد محترمه، بلد مخليه البني ادم ليه احترامه وليه كيانه. انت تقدر تعيش، تقدر تشتغل، خصوصا لو انت مثلا بتشتغل ومراتك بتشتغل انتوا الاتنين، انت تقدر تظبط امورك وتقدر تيجي وتعيش حياه كويسه جدا. اهم حاجه بس لازم تظبطها صح، وما تخليش عليك دايما اقساط كتير، يعني ما تروحش مثلا تشتري حاجات مش اساسيه، مثلا تروح بقى تشتري الايفون لسه نازل وتشتري مثلا العربيه اللي لسه موديل السنه، خصوصا وانت لسه جاي جديد يعني. لا اكيد طبعا لازم تبقى تتأنى في المصاريف بتاعتك، وطبعا تخلي يعني امشي بالعقل، امشي بالعقل، فاهم؟ لازم تبقى انسان حكيم، مش تيجي تروح تجيب لي ايفون لسه نازل اللي هو ايفون 17 وبرو ماكس وتجيب لي مثلا موبايلين ثلاثه وتقسطهم، وعشان طبعا القسط كلام فاضي، القسط هيبقى $30 $20 للتليفون في الشهر. وتقوم رايح جايب لك قسط عربيه وقسط تليفونات وقسط معرفش ايه وقسط عفش قسط كذا، تلاقي نفسك انت مرتبك بيه عمال تصرفه في اقساط. لا هات لك موبايل يمشيك، هات لك عربيه الدنيا تمام يعني مش غاليه قوي، بحيث ان انت تظبط امورك، فاهم؟ عشان تعرف تعيش. لكن هل ما تعرف تعيش هنا او لا؟ تعرف تعيش، تعرف تعيش. واي حد يقول لي حاجه غير كده احط صباعي في عينه هنا. الناس يا جماعه سيبكم الناس اللي بتحاول تديكم يعني رساله كدابه، اللي هو يقول لك لا انا اسمه ايه ده العيشه هنا صعبه، اول ما يقول لك العيشه هنا صعبه ولا يا عم ده انا عايز اروح بلدي، يا باشا قول له روح وانا ادفع لك حق التذكره. لو هو دي المشكله، هي دي العقبه عنده يعني، ان هو مش معاه تذكره الطياره، يجي لي انا وانا ادفع له انا تذكره الطياره بس ما يعتبش ابوها هنا تاني. بس كده سهله خالص يعني. فمالكمش دعوه بالناس اللي هي اللي مش كويسه، في ناس هنا بتبقى مش كويسين يا جماعه، مش كل الناس هنا بتحب الخير لكل الناس. انت هتلاقي ناس هنا بتوحش لك من البلد وبتقرفك خالص، بحيث ان انت ما تجيش، تحس مثلا ان هو هتبقى حكر عليه هو بس. ناس مريضه نفسيا، فدول ما حدش يسمع كلامهم ولا ما يمشي وراهم خالص نهائي، عشان دول هيجيبوك الارض. وتلاقيه بيتلذذ لو انت مثلا دايما بتجيله ومحتاجه، وبتروح له مثلا ان انت بتدور على وظيفه ولا بتدور على معرفش ايه ولا مساعده، عارف يبقى بيتلذذ وهو بيذل فيك. انا قابلت اشخاص زي كده، انا عايز اقول لكم بيتلذذوا ببؤس والام الناس الاخرين، ناس ومش من جنسيه واحده، لا يعني للاسف من جنسيات مختلفه، عربيه، ناس بتبقى مرضى نفسيين بيعملوا كده. بس طبعا هل الكل كده؟ لا مش الكل كده، في ناس كويسه طبعا، الا بس طبعا الاعداد قليله خالص. مش عارف ايه السبب ان ناس كتير فيهم مش كويسه من جميع الجنسيات، يعني مش عارف ليه. مع ان انت ممكن تلاقي مثلا مكسيكي ومكسيكي زي الفل مع بعض، بيجيبوا بعض، بالعكس انت لو موجود هو تلاقيه عايز يمشيك عشان يجيب واحد صاحبه،
وعمره ما يفكروا مثلا ان انا زي له بقى انا جبتك معايا، ده انا مشيت الراجل عشانك. لا 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 خالص. ده ممكن تلاقيهم جابوا بعد شهرين 3 اتخانقوا مع بعض عادي، مش هيقعدوا بقى يذلوا بعض ويقولوا انا جبتك معايا. لا عادي خالص يعني، وبعد كده بيتصالحوا والدنيا قشطه. بس ف ربنا يوفق كل الناس يا رب. ولو انتوا عايزين تيجوا امريكا تنوروا البلد زي الفل، اهم حاجه تعالى شرعي عشان تبقى امورك تمام وترستق نفسك وما تبقاش محطوط تحت الرقابه. لان ترامب، انا عايز اقول لك ان الناس حتى اللي بتخش وتقول لك انا هاجي بفيزا سياحه واجي هنا امشي اموري واعمل ما اعرفش ايه والافلام دي، لا في ظل ترامب انا عايز اقول لكم كله بيتعكش وكله بيتظبط ظبطه البوبيهات يعني. فخلي بالكم يعني من الموضوع، بلاش يا جماعه اي حد يجي موضوع مش شرعي. بس اتمنى الفيديو يكون عجبكم وتكونوا انبسطتوا وروقتوا على نفسكم في الحلقه دي معايا. وخلاص كده، يلا اشوفكم المره الجايه في حلقه جديده باذن الله. متنسوش لايك، سبسكرايب، شير وكومنت لطيف، وما تنسوش تدعموني على الصفحات بتاعتي في الفيسبوك والانستجرام والتيك توك. يلا باي باي.